نتكلم النهاردة عن محمد أنور، وهنعرف هل محمد أنور مختلف عن باقي مسرح مصر. تبدأ القصة بطفل اسمه محمد أنور علي، وبيبقى مواليد الإسكندرية، ويعتبر عاش طفولته هناك، وبعد كده بينقل المنصورة وبعدها المطرية. ولما بيكبر بيخش جامعة حقوق عين شمس، وكان بيخش مسرح الجامعة ده لأنه كان بيحب التمثيل جدا وهو صغير، وكان بيروح قصور ثقافة. ولما بيتخرج بيقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وبيسقط. بعد كده بيقدم في ورشة خالد جلال وبيترفض برضه، لحد ما بيكلمه المخرج محمد الصغير وبيقول له إن في بروف عشان يجي، وفعلا بيروح وبيعمل مسرحية شازلونج. كان أصلا رايح عشان يقبض فلوس مش عشان يمثل، لأنه خلاص يئس. وبيشوف الفنان أشرف عبد الباقي وبيقول له إنه معاه، مش هو لوحده، ده كان معاه حمدي وخاطر والباقي. وبعدها ظهر مع الفنان أشرف عبد الباقي في راجل وست ست الجزء الخامس والجزء السادس. بعد كده بيشارك في تياترو مصر، والصراحة كلهم كانوا معروفين في تياترو مصر، يعني ما فيش حد كان أشهر من التاني. بس ممكن نقول توتة كان معروف شوية حلوين لأنه ظهر في إكس لارج وبينجح جدا تياترو مصر. وشارك في قبلها في سبوبة، وبعدها ظهر في الكبير أوي ككومبارس، وبيشارك في الجزء التاني من تياترو مصر. وبعدها بيغيّروا القناة اللي كان بيتعرض عليها تياترو مصر اللي هي الحياة، وبيعملوا في 2015 مسرح مصر، وده كان بيتعرض على MBC مصر، ونجح نجاح كبير جدًا. وبعدها شارك في الهوا في دور الطرحاوي. بعدها بيشارك علي وقصقص وتوتة في صد رد بدور حمادة بُني. وبعدها بيشارك في مسرح مصر تاني، وبيتعرف جدًا هو وربيع وخاطر وقصقص وكريم عفيفي وحمدي برضه. وبعدها برضه بيشارك في مسرح مصر التاني. بعد كده بيشارك في لمع القط، وشارك في جحيم في الهند برضه، وبعدها أزمة نسب، وبعدها شارك في لا لا لاند، وبعدها الدخول في الممنوع. سنة 2017 شارك في أعمال كتير جدًا عكس زمايله. بعدها شارك في ربع رومي مع خاطر، وكان ساعتها علي ربيع عمل سُك على إخواتك من بطولته. فأنت مش فاهم ليه هو كان بيشارك في الأعمال دي وما بيعملش حاجة من بطولته زي خاطر وربيع، مع إنه شارك في أعمال كتير جدًا. لو كان اختار عمل بس بطولته من كل الأعمال دي كان زمانه نجح جدًا. في 2019 بيشارك في كلبش 3، وشارك في ليلى هنا وسرور، بعدها شارك في طلقة حظ بدور عباس، وبعدها البرنسيسة بيسا. ولحد هنا أنور ما كانش بيختار أعمال حلوة أصلًا، هو كان أي حاجة بتيجي له كان بيمثلها وخلاص. وفي 2020 بيشارك في قوة القلوب مع خالد النبوي، وبيشارك في الجزء التاني. وبعدها بيشارك في عمر ودياب مع علي وخاطر، مع إنه كان ممكن يعمل فيلم أو مسلسل من بطولته، ممكن المنتجين ما كانوش بيتجازفوا بيه أو بيعرضوا عليه حاجة. بعدها شارك في سبع برومبا، وبعدها إسعاف يونس. وفي 2022 شارك في أنا وهي. بعدها شارك في مسرحيات برضه زي هابي نيو يير وجوازة معفرطة وإزاي تخنق جارك. بعدها شارك البطولة مع فهمي وقصقص في مستر إكس. بعدها شارك كدور رابع في البعبع مع أمين كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة. وبعدها عمل مسلسل ديبو وكان على منصة، والمسلسل ده كان فاجر، ودي مش أفورة مني، بس كان حلو جدا والفكرة حلوة جدا، وتمثيل من محمد أنور وخالد الرشيدي كان حرفيا حاجة طرش. وأنور أصلا قبل المسلسل ده قال في بودكاست فايق ورايق مع إبراهيم فايق قال الكلام ده. انت موافقني في اللي انا بقوله انه انور يعني ما يختزلش نفسه في فكره الكوميديان، بس في حاجات ممكن تطلع. اقسم بالله عندي بلاوي، والله والله العظيم. انا جيت لك على الجرح. اقسم بالله ان انا هعيط، انا انت بقى هتعيط دلوقتي هعيط نزله مزيكا حزينه. انت حسيت؟ لان انا اقول لك ليه. اه انا من الجامعه اساسا يعني واحنا بنمثل في الجامعه انا اساسا ما كنتش بمثل كوميدي. يعني كنت انا بما انه كان قبل مصطفى خاطر في الفريق، فهو اللي كان بيعمل هاملت ويعمل مش عارف الحاجات دي. لما انا طلعت فريق التمثيل بقيت انا اللي باخد الحاجات دي. ماشي. فكنت بعمل ادوار جد نفسه يطلع من الكوميديا. وبرضه كان رأي إبراهيم فايق. هم الجامدين جدا جدا. انا الحقيقه طلعته الناس بتشوف ان هو راجل كوميديان، بس انا طول الوقت مؤمن ان انور مش بس كوميديان، هو يقدر يعمل حاجات كتيره وعامل. وبينجح جدا المسلسل، وأنور بيفرح جدا، وأصلا فكرة المسلسل كانت جديدة ومختلفة. بعدها برضه بيعمل فيلم من بطولته وهو جوازة توكسيك، وبيحقق 9 مليون جنيه في مصر، ونجح الصراحة لأن في ناس كتير اتفرجت عليه، غير إنه حقق رقم كبير جدا في السعودية. والمفروض إنه هيشارك مع رامز في بيج رامي، ومع مصطفى شعبان في المملكة، ومع أحمد عيد في الشيطان شاطر. وأنا حاسس إن دوره في الأعمال دي هيبقى كبير وحرفيا كوميدي وأكشن ودراما، وده إحساسي، ويا رب يطلع بجد. ونيجي لسؤال الحلقة: هل محمد أنور مختلف عن زمايله أو باقي مسرح مصر؟ وهو فعلا مختلف جدا، لأنه فعلا موهوب مش زي علي ربيع كل فيلم أو مسلسل بنفس الكاركتر بتاعه. فعلا زي ما إبراهيم فايق قال هو يعرف يعمل أي حاجة، فده يثبت لك قد إيه هو مختلف وموهوب بجد. وحاسس بجد إن الأعمال اللي هيشارك فيها هتضيف لمسيرته وهيتعرف أكتر. بس هو برضه قال حاجة مهمة جدا، إن المنتجين ما بيعافروش، هو ممثل كوميدي بيخلوه يعمل كوميدي. فالمنتج بقى بيستسهل بقى. مستسهل بقى. انا لسه انا لو مغير لك الدايركشن، مع انه اساسا لو غير لك الدايركشن هتنجح نجاح اكبر بكتير. صحيح. يعني انا مثلا احمد فهمي مثلا ماشي السفاح نجاحه ان احمد فهمي اللي عمله. برافو. فدي حاجة فعلا تثبت لك قد ايه هو كان عايز يعمل حاجات مختلفة، بس المنتجين اللي زانقينه في الكوميديا. فعلا لما عمل ديبو كان مختلف ونجح جدا. بجد هو ممثل جامد جدا ومحترم جدا، واتمنى اشوفه في حاجات كتير من بطولته. وبس كده، سلام.